في الحلقة دي رجعنا للخناقة الأبدية اللي مش عارفين نوصل فيها لنقطة اتفاق. يا ترى ايه سبب الخلاف بين الشباب والبنات؟ وليه دايما في جدل خصوصا بين جيلنا الحالي؟ قررنا نجيب الطرفين ونشوف ايه سبب الخناقة دي ورأيهم ايه في المصطلحات الجديدة اللي دخلت علينا المجتمع. وطبعا هنا كل واحد بيعبر عن وجهة نظره الشخصية، وخليكم دايما فاكرين ان بينا قاعدة. يا مساء الفل. طبعا العادي اللي متعودين عليه في مجتمعنا اليومين دول ان في ألف مصطلح منتشر بين الشباب والبنات، وكل واحد متمسك قوي بالمصطلح اللي هو فاهمه من وجهة نظره صح ومغلط التاني. طب النهارده بقى معايا بدر عصام ونور ظريف، شاب مصري وشابة مصرية، هنفهم اكتر بقى هو ايه الخناقة على ايه. خناقة على ايه يا جماعة؟ في البداية كده شايفين طبعا الراجل والست مختلفين ولا؟ لا، مختلفين طبعا، يعني لازم. بصي، هو انا بشوف دايما ان الرجاله والستات هما كده كده مختلفين. اوكي. معاكي. ربنا خلق البني ادمين كلهم ايا كان رجاله او ستات. انا لو مثلا قاعده قدامي واحده بنت كده كده هتبقى مختلفه معايا، فكده كده البني ادمين كلهم مختلفين. بس لما احنا بنيجي نتكلم، يعني الموضوع بيزيد لما بنيجي نتكلم عن رجاله وستات، الموضوع بيزيد اكتر من مختلفين اكتر. فاهماني؟ في وجهة نظرنا للأمور. بالظبط كده، بيبقوا مختلفين اكتر من الطبيعه البشريه ان هي كده كده مختلفه. يعني انا ممكن ولد وولد مختلفين، لا لو ولد وبنت مختلفين اكتر بقى صحيح. الموضوع بيزيد كده. مم. فاهماني؟ الفكره بقى ان هو البنت دايما بتبقى شايفه انه عشان، يعني اللي مش بيعجبني جدا ان عشان انت ولد فانا هختلف معاك حتى لو انت صح. بقى ده عند الموضوع وندية. الموضوع زايد دلوقتي بقى في الزمن ده وكده، اللي هو ممكن لو بنت انا ما اعرفهاش هدافع عنها، لكن لو ولد خلاص طالما انت راجل انا هختلف معاك وخلاص. تعالى اقعد جنبهم هنا في الزاوية. مم. فالموضوع بيبقى كده كده ان اختلاف لمجرد الاختلاف، فدي حاجه مش مفيش وعي. فاهماني؟ اللي هو احنا بندافع لأجل الدفاع، بالظبط مش كده، ان ان احنا احنا مش صح او واعيين غلط. بقى. بالظبط، ما بقاش في وعي في حته الاختلاف، او ما بقاش في ان احنا بنختلف عشان في حاجه حقيقيه نختلف عشانها. فاهماني؟ فده رايي في الموضوع، يعني ان احنا مختلفين. في ناس بتبقى مختلفه ان لا، انا لو شفت حد صح في حاجه وبنت غلط في حاجه، لا انا هنصف الراجل عادي. يعني هو بني ادم كده كده. بالظبط، بني آدم، يعني الحق هو اللي ينتصر يعني. بالظبط. ولا ايه يا بدر؟ لا بصي، يعني انا مش هضيف كتير على اللي هي قالته، هي صح في حاجات كتير جدا، بس الفكره ان الراجل او الست في اختلافات معينه في حاجه بسيطه، زي مثلا انتوا مش عارفين ان احنا حياتنا بسيطه جدا. والله وده نفسنا نعرفها. هي بسيطه، هي مش هي محتاجه كده كده بسيطه تعرفوها، فعلا. والله هي بسيطه. بسيطة بالنسبة لكم بس هي غير مفهومة بالنسبة لنا وغير معروفة، زي ما احنا عالمنا برضو مختلف. حلو ماشي، انتوا مثلا الراحه النفسيه بتاعتكم ان انتوا لو اتكلمتوا كتير بتهدوا، بتبقوا مبسوطين. تمام. احنا الراحه النفسيه عندنا ان احنا نعمل كده، نسكت. نبص في السقف. بس هو السقف ده اللي مخلينا مبسوطين، دي راحه نفسيه. انتوا مش مقتنعين ان راحتنا النفسيه في ان احنا نسكت. هو انتوا ازاي بساط كده؟ احنا بساط جدا ان احنا نقعد كده. فده اختلاف. لا انا عايزه لما اجي ابقى متضايقه، نص مشاكلي بتطلع اصلا وانا بتكلم. ده انتوا بتطلعوا اللي جواكوا كده، لكن احنا بنسكت، عايزين راحه نفسيه بس كده. فانت شايف ان احنا ما بنحترمش اختلاف بعض؟ مش بالظبط، في ناس ما بتحترمش ده، بس احنا مش فاهمينه، بس هي دي المشكله. يعني لو في تفاهم ما بين الاثنين خلاص انا هفهم ان هو مش عايز يتكلم دلوقتي. خلاص، هو الموضوع كله ليه علاقه بان في تفاهم، وان انا واحده واعيه او عاقله وعارفه ان الشخص اللي قدامي مثلا خلاص مش عايز يتكلم دلوقتي، في وقت ممكن عايز يسكت عايز يتكلم. فاهمه او قصدي؟ هو فبقى على بيبقى حسب هما مرتاح متفاهمين كده، ولا لا. مم. هو مرتاح هي بتبقى مرتاحه لما بتيجي تتكلم، يومها طويل جدا فعايز تيجي تتكلم. فسيبها تتكلم. اسمعها، سمعت، هي بقت كويسه، ما تديهاش حلول. فيعني لو وصلنا ان احنا نفهم بعض في الحته دي، خلاص احنا كده تمام. وهو المفروض لما يقول مثلا انا متضايق دلوقتي عايز اقعد لوحدي، خلاص هو مش هيقول هو لوحده على طول. انا داخل هقعد هنا، هعمل كده. فيعني ما تقوليش اي حاجه. بالسنس يعني. شويه وحطي لي الاكل بس كده، مش عايز اي حاجه تاني. ده انت مريح جدا يا بدر، بس كده. هنشوف لسه الاسئله جايه. ماشي. طب من الحاجات المستفزه قوي بقى اليومين دول اللي هي بتتناقش دلوقتي عادي كده على الترابيزه، اللي هو مثلا لو واحد وخطيبته خارجين ممكن يقسموا الشيك عادي. لا ده ما ينفعش، انا بالنسبه لي ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ في قانون كده عند الرجاله، فلوسي فلوسها، وفلوسها فلوسها، مش بتاعتي انا، مش بتاعتي. سلام. لا طب ما ما هو هو ده ده بجد. سالم اهو، ما سالم اهو. لا احنا بنتكلم بجد، يعني هو دينا حتى احنا المفروض بنصرف من الالف للياء. فيعني ايه انا هاجي معاكي في كافيه واقول لك ادفعي لي، او قسمي الشيك حتى، او هاتي حتى تمن الباركينج بتاع العربيه.
الكلام ده ما ينفعش والله، والله العظيم ما تقلوش ينفع. مننا يا جماعه. والله ما ينفع، يعني ايه راجل شحط كده، يعني راجل مالي وهدومه كده يقول لها ادفعي معايا ولا ايا كان، وفي رجاله يقول لها هنخش نتجوز بس احنا النص بالنص. بص دي بقى عشان الحياه بقت متطلباتها كتير قوي، ففي ناس كتير بدات تعمل كده مشاركه، ولكن لا ممكن لا يكون بصي، يعيشوا مش على قدهم، ها يعيشوا على قدهم. ما لا اصلا اعرفش، بس الموضوع هو ده موضوع بصي، منتشر جدا ما بين الازواج، لان الظروف الاقتصاديه بصي بتدفع الناس انها تعمل كده اليومين دول. هقول لك حاجه. دلوقتي واحد خلاص، انت كده كده في الدين، كل حاجه بتتقال قواعد ودين ودينيا وكل حاجه، ان لازم الراجل هو اللي ملزم ان هو يبقى مسؤول عن البيت، والست ملزمه بحاجات معينه. مفيش مشكله لو هو ساعد في البيت شويه وهي ساعدت في المصاريف شويه، بس يكون اكسبشن. يعني مثلا هو وقع في ضائقه ماديه، ما عنديش مشكله ان انا اساعده، بس مش ملزمه. فاهماني؟ ليه؟ لان خلاص انت محتاج مساعده، فانا ما عنديش مشكله ان انا اساعدك. انا محتاجه مساعده في البيت مثلا، مش قادره اعمل حاجه معينه، فانت برضو ما عندكش مشكله تساعدني. ليه؟ عشان احنا مش متجوزين بعض عشان نبقى بقى ايه، لا دي عليكي فانت لازم تعمليها، ونركز لبعض على الحاجه. ايه ده؟ ده انا لو يعني اخويا تعبان بعمل له حاجات، لو مثلا اختي نفس الكلام برضو، ما هو جوزي برضو. فاهماني؟ فاكيد هساعده في الحاجات اللي هو عنده فيها مشاكل. بالنسبه كمان ان هو في الطبيعي، لا في الطبيعي طبعا بصي، حتى لو في ظروف اقتصاديه او مثلا حد مش قادر يتجوز مثلا او حاجه، طب خلاص على قد امكانياتك، يعني اعيش على قد امكانيات جوزي. لو انا مش موافقه من البدايه خلاص، يعني اشوف بقى في تنازلات ممكن تتم. خلاص طالما انا عايزاه، يبقى ممكن ابقى موافقه ان انا اعيش مثلا في مكان اصغر من اللي انا بتمناه. فاهماني؟ دي بقى بتبقى على حسب تفاهم والله بقى. دي جود بوينت بول. يعني انا عايز اقول بس في حته ان هم بيقولوا يلا نتشارك. بص هي ما بتبقاش من الاول، يعني احنا ما نقعدش قدام بعض انا عايز اتجوزك انت عايز تتجوزيني، بس من الاول يلا بقى احنا هنتفق، يلا هنتفق انت هتحطي كام وانا هحط كام. الكلام ده ما ينفعش. الكلام ده المفروض انا بصرف زي ما الدين قال لي، بصرف في كل حاجه تمام. فهاجي لو انا حصل لي مشكله كبيره زي ما قالت ساعتها، يعني من الواجب الكويس منك ان انت تساعديني لو حصل حاجه وانا قلت لك كده، لكن من الاول نحط شرط ده ما ينفعش. بيبوظ الدنيا من اولها. لا ده ما ينفعش، ما ينفعش ده يحصل من الاول، لان انت بس كده مش مسؤول. يعني انت ازاي هتاخد منها فلوس وتقول لها يلا؟ الكلام ده ما حصلش لا زمان ولا دلوقتي. ده غير ان هو كده مش عايزها لشخصها، هو عايزها وبيحط شرط. يبقى انت كده الشرط ده لو مش موجود، يبقى احنا كده هنسيب بعض. لا يبقى نسيب بعض. يعني انا ممكن ابقى موافقه على حاجه انت بتقوليها، بس لو هتشرطيها هقول لك لا انا مش موافقه. بس انا موافقه على المبدأ نفسه، ان انا ممكن اصرف لو هو واقع في مشكله، بس لو هتشرط بيا من البدايه يبقى هقول لك لا لا شكرا. هي دي مشاكل بتبقى عند البنات ان هي ما بتحبش حد يقول لها على شرط. يعني انا بشوف ده، انا في لا ما اي حاجه اكيد ما يعني حدش البنات ما يشرط عليا حاجه برضه يعني. لا بس ساعات بيبقى فيه شروط عادي، يعني ممكن نشرط على لا بعض عادي واحنا مفيش بنتعرف على مشكله. بعض بتتقال في النص، لكن شرط كذا كذا يا اما لا، يبقى لا خلاص. كل واحد وجهة نظره بصراحه. طب لا قولي ايه ممكن الشروط اللي ممكن تحطها للبنت؟ انا ما بحطش شروط في حاجه، ما بقولش تعالي اعملي كذا غصب عنك، بس لو جه at some points ان انا هقول على انت حاجه لو لا البنت مثلا نمفيها. جت قالت لك طب بشرط مثلا ان في حياتنا طول حياتنا نعمل كذا، انت هتوافق؟ على حسب الكذا دي لو هتفيدنا هنعملها. على لا ان فكره انت في موافق برضه على بنات. مبدأ ان هي تحط شرط. ما تحط شرط طالما هيفيدنا ليها لا هي لسه بتتعرف عليك في البدايه، فبتقول لك مثلا في حياتنا الشرط ان انت، ان انت هتساعدني في شغل البيت مثلا. لو هيفيدنا هعمله. لا لو هو لو هيفيدنا مناسبه المفروض. لو هيعمله. هيفيدنا هعمله، لو مناسب البيت هعمله. ما هو بس انت اتكلمتي قلتي هو المفروض يصرف في كل حاجه. مم. انا هبروفايد كل حاجه واعمل كل حاجه للبنت عشان تبقى مبسوطه زي ما الدين قال لي وزي ما انا عايز اعمل، بس ده قصاده طاعه ان احنا بننساها ان البنت المفروض بتطيع. ليه بقى بنيجي عند الحته دي يعني نعمل لها سكيب؟ لا لا مش بنعمل سكيب، احنا دلوقتي انا بنتكلم بالنسبه لي مش الكلام. بوافق على مبدأ الشرط. بصي النقاش مفتوح، ماشي تمام كل واحد شايف من وجهة نظر، تمام. حلو. احنا بنتكلم دلوقتي على الفلوس، انت شايف كمبدأك كراجل لا انا والله ما افضلش ان انا مراتي تساعدني في الفلوس. لو اتزنقت في حاجه تمام وهيبقى تكرما منها. كذلك انت، وانت شايفه كمان في وجهة نظر محترمه هنا بتقول ان البنت يا جماعه لو مش قابله ان هي تساعد في المصاريف يبقى تعيش على قدها. ما بالظبط تجبروش ان هو يعيش ليفل اعلى منه وفي نفس الوقت بالظبط مش عايزه تساعديه. بالظبط كده. خلاص اقبلي بالوضع القائم يعني. صح. تمام. فدي من حته الفلوس. بالظبط. طيب حته بقى الشروط، انت بتقول دلوقتي على الطاعه. طيب خلينا دلوقتي نتكلم فكره الشروط بين اتنين مخطوبين. ماشي خلينا واقعيين، حلو. احنا بنسمع كتير مشاكل و لا البنت ساعات بتتشرط والولد ساعات بيتشرط. طريقه التشريط بتبقى عامله ازاي؟ يعني مثلا ما فيش حاجه اسمها شرط كذا، لا انا مثلا وانا بتعرف عليه بقول له انا
مثلا هو عمل حاجه انا ما بحبش في حياتي كذا كذا، خلاص من البدايه بيبقى عارف حاجه انا ما بحبهاش. هو مثلا يقول لي بصي عشان نبقى عارفين من دلوقتي، انا مثلا انا بحب البنت اللي معايا تبقى مثلا محجبه، هي توافق او ترفض، ده انا موافقه عليه. تمام. لكن الولد يقول لها انت هتصرفي معايا او انت هتساعديني في مصاريف البيت او ده شرط يا اما نسيب بعض، يبقى انت مش عايزها لشخصها، انت عايز واحده خلاص تميل عليها وتقعد طول الوقت تساعدك في المصاريف. فطريقه الشرط بتفرق وطريقه التفاهم بتفرق، وبيبقى على حسب الشخصيه والعقل. ايه مين بيكلم مين على حسب شخصيتها وعلى واحنا حسب في انهي شخصيته. مرحله كمان؟ يعني مثلا هنا برافو خلينا عليكي، صح. نبعد خالص عن فكره انه خلاص احنا متفقين على كل حاجه ومخطوبين وداخلين خلاص هنتجوز، تمام. طيب بيبقى بقى في حاجات كده ليها علاقه بالحب بقى، اللي هو مش هتكلمي معرفش فلان الفلاني وانت ما تعملش معرفش فولو البنات ايه، والتفاصيل دي دي ما هي دي طبيعي. شروط. لا دي طبيعي. طب ما هي دي شروط. لا بصي معلش التفاصيل ثانيه دي في واحده بس، الاول على ثانيه، لا فكره ثانيه البنت واحده بس. بتبقى انا مثلا دلوقتي لما اجي انا يعني عايز بنت، فالبنت دي مش هينفع تكلم اي راجل غيري، ده كده كده. هو مفيش حاجه اسمها كده، لا دينا لازم من ولا نفسها انا على ولا انا فكره ولا كمان، أنا ولا بتكلم- انا لازم من نفسها. انا مش ولا انا. ضد، انا عايزاك ماشي. تتكلم، انا ايوه ما انا عايزاك بالظبط، تعبر. ما انا عايز اعبر عن ده يعني انا اه عايز اعبر، يعني ما ينفعش ان انا عايز بنت والبنت دي تيجي تقول انا عندي مثلا صحاب، ان شاء الله عندك صحاب من وانتي لسه في بطن مامتك، الكلام ده مش موجود. خلاص انا بقيت موجود في احترام للراجل، زي ما انا هحترمك، زي ما انا هحترمك، انا هحترمك. دي مهمه برضه. مفيش بنات عندي، مفيش ولاد عندك. هو انا ما انا ما عنديش بنات، يبقى انت كمان عندك ولاد ليه؟ ان شاء الله احنا مش في كاليفورنيا، فاحنا هنا في مصر. انا اتربيت على ده، لازم تحترميني وانا احترمك. مش عاجبك ده من الاول، اتفضلي وانا اتفضل. بس هي حاجه دي دي صح، بتبقى لان دي حاجه باينه. ليها علاقه بالاحترام. بالظبط. وبعدين لازم من نفسها اصلا، هي من نفسها تبقى محترماه في غيابه وفي وجوده. لا فانا في شايفه بنات دي بتقول لا تمام. احنا اصحاب من زمان قوي، فمش هينفع معلش احنا متربيين مع بعض، لا فهتعملي دي ايه حاجه ساعتها؟ بالنسبه لي ما ينفعش بصراحه. انا اصلا البنت نفسها اللي بتقول لي كده بقول لها ما هو عنده حق. يعني ايه؟ يعني هو الولد اصلا مش هيبقى شايفك صاحبته، ممكن ان هو يحاول يعاكس، يتكلم كل شويه، يتصل بيكي كل شويه. ما ينفعش اصلا. البنت اللي مش مرتبطه بقول لها ما فيش صحوبيه ما بين ولد وبنت، ما بالك اللي مرتبطه وتقول لي اصل ده صاحبي من واحنا صغيرين. او بيست فريند. المبدأ نفسه ربنا منعه. هقوم انا فانت مثلا واحده مرتبطه تيجي او تقول مش مرتبطه تقولي ده صاحبي مثلا؟ لا، انا بالنسبه لي بنصح البنات ان هو اصلا لا حبيبتي، ده ما ينفعش اصلا. اذا كنتي مرتبطه او لا، ما ينفعش يكون عندك صاحب ولد ابدا. يا زميل، ولو جينا يعني للجزئيه لو في الثانيه، شغل يبقى زميل. لو جينا للجزئيه الثانيه اللي هو البنت بتقول له مثلا انت شيل وبتاع، لان احنا معروف ان الرجاله بيبقى عندها بنات وعندها هتوافق فولو. بقى ولا لا؟ ما هو بصي، يعني المفروض الراجل الصح الذكي يوافق. ما تعملش كده، ما انا بقول ما كده، تكمل. ايوه انا بقول كده الراجل الصح الذكي ماشي يعمل كده، تمام. يشيل البنات. قالت لك شيل، انت مش ضعيف، يعني ده مش ضعف منك. انت لو شلت فده حاجه، كده محترمها. انت كده بتريح دنيتك انت. يعني هو ده اللي انا بقوله للشباب، يا جماعه ريحوا دماغكم انتوا ايوه عايزين انت ترتاحوا. هتشيل يعني. انا بشيل على طول، ما عنديش حد اصلا. شيل يا باشا. لكن هي بتقول شيل خلاص، انت هتعمل بيها ايه؟ يعني حط في دماغك كده، البنت اللي عندك دي انت هتعمل بيها ايه؟ لو انت مكتفي فعلا باللي معاك خلاص، مش هتحس ان انت عايز حد هي لا تاني. صاحبتك، لا هتكون يعني ولا هتكون صحاب، ولا مم. هتتجوزها، ولا مم. ايا كان، فهي عندك بتعمل ايه؟ يعني انتوا مش هتنزلوا تخرجوا مع بعض، ملهاش لازمه، ما تشيلها، ريح دماغك، ركز مع اللي معاك وخلاص. يعني تشوف العلاقه رايحه جايه، يعني هو بس انا هسمع الكلام عشان احترام هي تسمع والله، الكلام احترام والله، هي الفكره في احترام. الشباب او البنات بيسوقوا السمعه دي، اللي هو انت لو سمعت كلامها انت كده هي كده بتتضرب. ماشياك. انت كده بتتضرب على وشك بالشبشب، لا ما ينفع. طب ليه يا حبيبي؟ لا لا، ما الولاد دي عادي. بصراحه بيبقى والبنات برضو بتسخن البنات، يعني البنات بتسخن البنات، اللي هو انت بتسمعي كلامه. على فكره التسخين مننا فينا، يعني اه ساعات يعني كتير قوي انت بنبقى احنا اللي بنسخن بعض. طب انت بتسمعي كلامها ليه؟ طالما الراجل ده بيعاملك كويس جدا وبما يرضي الله، ان شاء الله يا هي ستي بتدي ودنها. هو ان البنات شاء بتدي الله ودنها جامد. تبوسي ايده كل يوم الصبح، ما حدش ليه عندك حاجه. مم. ايه المشكله؟ ده ما يقلش منك، ده بالعكس بالنسبه للراجل سوي. انت كده هنا، انت كده مم. هنا، انت كل ما تقدريني وكل ما تعملي حاجه عكس البنات اليومين دول، فلا ده انا هشيلك فوق دماغي. بص فلا، هقول لك حاجه، في رجاله مش سويه كتير. يعني انا مثلا اختاري ممكن صح من اتعامل الاول، بالظبط. يعني اختاري صح هي من في الاول. في رجاله مثلا ممكن تبقى مثلا هي اصلا مش سويه، فبالتالي حتى لو هي سمعت كلامه او ما سمعتش كلامه هو عمره ما هيقدرها كده كده. طب ما هو احنا من الاول نعرف بقى، ما في ريد فلاجز بتبان في الاول، الراجل ده سوي ولا مش سوي، مم. فانا هاخد بالي. ما طب عايز اعرف حاجه. طب انت كده بتتكلم على ناس ما نعرفهمش، مثلا فولورز ما نعرفهمش، ماشي. فانت مش فارق لك ولا انت فارق لك. طب لو مثلا الموضوع ساعات بيتعمق اكتر، قرايبي، هو تعمق جيراني، ليه؟ لا لا القرايب. بسألك، يعني مثلا ممكن مم. خلاص هو يغير من قريبك
يغير من جارك، فعلا الحاجات دي تبقى محرجه، سواء يتعمل بالنسبه بلوك، لكم. يتعمل بلوك، يتعمل ريموف، يتعمل ايا كان الراجل عايزه يتعمل. ايه يا بابا، ده انا لسه جايلك في نقطة، الكلام نقطة. مفيش ده لسه ما مفيش كملتش. ان شاء الله ابن بقول لك خالتك، احراج مفيش ان شاء الله ابن خالتك لا بس برضو، لا، ما اللي احنا زي لازم نبقى اخوكي. واقعيين، لازم نبقى واقعيين. في ناس في حياتنا في ناس في حياتنا اكيد هنقابلها، يعني حتى الحفظ ماء الوجه، يعني اعرف اسلم على خالتي مثلا مش هينفع اشيل ابن ازيك خالتي. يا خالته، عامله ايه؟ ازيك يا حماده من بعيد. تمام، ايه بقى ان انا اشيله على فيسبوك ولا انستجرام؟ ده ما انا اصلا في الحقيقه مش هكلمه ومش بصي هعبره. موضوع السوشيال ميديا كله موضوع تافه على فكره، يعني احنا السوشيال بس ميديا بيخلق لا هو خناقات ماشي، بص تافهه. بص، هو بقى يا لا لا ستي ابن لا خالك ده مثلا اتحط في دماغه ان هي يعني ان هايدي شالتني فهو كده تافه. يا سيدي هي اتخطبت مثلا وهي محترمه تمام، انا خطيبها، محترماها انت كده اوريدي. عيل انت بقى. قصدك، لما انا اعمل كده كبنت، فده بيبقى شكلي وحش قدامه. وانت كمان برضو، ما انا مش هقبل برضو ان انا، يعني انت شكلك يبقى وحش قدام بص قرايبك بص عشان انا دخلت بص هقول لك على حياتك، حاجه، خليني اقول فالغي لك، بقى الناس دي خليني كلها. اقول لك لاين تاني خالص. انا لو انا كبدر ما اقدرش اعمل حاجه زي كده، لان انا شايف نفسي لو انا موجود انت مش هتشوفي حد غيري، انا بشوف نفسي كده. تمام؟ تمام. الراجل اللي واثق من نفسه مش هيهمه من الكلام ده. تمام. بس لو حصل من الطرف اللي بيتكلم عليه تجاوزات زي ازيك عامله ايه وانت عارف ان هي مخطوبه لي او خلاص احنا هنتجوز، اعملي له بلوك. يبقى هو اللي نقطه. دماغه كده يعني. نقطه، يعني احنا مش هنتكلم كتير لان النقطه بدل ما اروح اضربه، فيعني بص ما والله فيهاش غير يعني كده. موضوع السوشيال ميديا والفيسبوك وشيلي وما تشيليش والكلام ده، لو هي فعلا شايفه ان هي مكتفيه بالشخص ده، حتى لو هي تتكسف قدام ابن خالها، هي بتشوفه كام مره يعني، ولا بتشوفه قد ايه؟ ومين اللي فاهماني؟ باقي، انا ولا ابن خالك؟ انا هتجوزك. اصلا ده في مقارنات. ايوه، ما هو يعني معلش، انت يعني لو دخلنا في الحته دي، لا هو معلش، هو انا ولا على ابن فكره في ناس خالك؟ بتقبل عادي ان هي القرايب يكونوا موجودين طالما هم عادي، قرايب، طالما ما طالما فيش هم تعدي مفيش حدود. تعدي، ف... فانا تمام. فبيقبلوا عادي. بس في ناس مش بتقبل، وساعتها هو قصده نحترم رغبه الشخص اللي هو مش بيقبل، طالما هو كويس في كل حاجه يعني. فاهماني؟ بالظبط، طالما كويس في كل حاجه، يعني هو مش في طبعه التحكم، مش في طبعه ان هو مش بني ادم سوي، لا هو سوي وبيعمل كل حاجه، فجت على الحته دي، طب ما نريحه. هو لازم يعني زي الراجل ما هو عمل كده يعني، زي ما هو لو هو هيعمل كده فعلا، او لو هو بص هو التحكم لمجرد التحكم لا، او انت هتؤمر ويا كده يا لا، والطريقه دي لا انا الطريقه ممكن طب انت دي اعند بالنسبه لك مخصوص عشان طريقه لو زي مفيش دي. اي تجاوز حصل من قرايبك ولا اي حاجه، بس هو مضايقه كده وقال لك شيليه، هتشيليه؟ ما هو مضايقه كده، طالما هو ده هيريحه فعلا، انا بالنسبه لي لا هشتريه هو طبعا، اصلا انا احسنت، هعمل ايه بقريبي؟ برافو والله فاهماني؟ عليك. احسنت والله العظيم. يعني هعمل ايه بقريبي حافظوا بجد؟ على حافظوا على الناس دي. لا والله مش فكرة كده، يعني هو الواحد بس بيحاول يبقى واقعي، يعني باخد الأمر من جميع الاتجاهات. يعني أنا كده كده بصي ممكن لو أقول انت ما بتهتمي يفرقليش. بمنظرك مثلا قدام قرايبك، هو المنظر مش هيبقى فيه حاجه وحشه، لان اصلا هو الفيسبوك ده يعني هو مش هو احنا بنتكلم. طب ايه فكره ان انت تبقى عندي على الفيسبوك؟ انت ارجعي بقى بصي للموضوع بشكل كده واسع، هتلاقي ان هي حاجه تافهه، وهتلاقي ان الشخص اللي هو ابن خالك ده لو هو عاقل وعارف ان انت اتخطبتي واكيد ان انت شلتيه عشان كده، هيحترمك عادي، مش هيخاصمك يعني. وبعدين انتوا كده كده ما بينكم حدود، لو اكتر لو ما فيش حدود ما بينكم هيبقى هنا الخطأ بقى، إن ليه ما فيش حدود ما بينكم؟ مش كل الناس فاهمه عاقله. قصدي؟ لا هو مش كل الناس بتعرف تحكم الوضع كما هو. يعني احنا ماشي بنتكلم دلوقتي في حاجة افتراضية، ماشي. فانا ما بقولش ان في تجاوز فانا هبديه عنك. لا، انا بقول ان مفيش تجاوز، مفيش اي حاجه. هو الرجاله ساعات بتتضايق من ناس معينه كده، طب هو فانت اتناقش بتشوف معاكي، هو انه اتناقش معاكي وبيقنعك يعني، بيقول ف لك ما عشان انا دي حاجه هتضايقني، وبيتناقش معاكي بشكل بالراحه، يعني مش بيقول لك لا اعملي، لا انا بتضايق، لا انا فاهماني؟ اكيد مش هو ده الشخص الحاجه يعني اللي هتنهي العلاقه. يعني عادي طب هيبقى في كملي، نقاش. انا عايز اسمع يعني. بس فبقول لك انه الفكره مش فكره ان هو حاضر وبس او لا وبس، لا، هي فكره انه بس بحاول نشوف هو ايه. يعني طب ما الشخص مش مضايقك فعلا، او الشخص ما عملش حاجه فعلا، يبقى هو كده ارمي كل قرايبك ومعارفك. زي ما انا برضو مش هقبل ان ما هو انت ده مش كده، هو مش انت ما راجل مش سوي رمتوش. يعني، معلش يعني. بص اصل انا بالنسبه لي الراجل 3 كاتيجوريز، راجل ثلاثه. وثلاثه، راجل بمعنى الكلمه، ونص راجل ومش راجل. فانت بقى انت شوفي انت مع انهي واحد فيهم. الراجل ممكن ما يعملش كل اللي انت بتقولي عليه ده، يعني هو كده مش هيعمل ده، بس مش هيخاف. خلاص، يبقى انت ليه خدتنا للحته الثالثه؟ ما يعني في يعني ده شوف اهو، في الشخص ما انت العاقل بتتكلم اللي حاكم ده دماغه كده يعني. كده، انا مش هيفرق معايا لو تجاوز اللي قدامك معاكي زي دي كل فكره شويه ازيك تانية. وبتاع، اه طبعا. طب ما بلوك في واحد وخلاص. عاقل برضه يا بدر ممكن يقول لها مثلا انا بالنسبه لي مثلا قريبك ده انا مش واثق فيه، مش واثق، انا بالنسبه مش لي هتعامل معاه علشان عادي عمل عادي. اكشن، عشان عمل اكشن، فهو عمل اه، حاجه، فالراجل العاقل قال لك لا انا مش عايز ده. وساعتها عادي مش هتعامل معاه.
بالظبط. هنا بقى عقل البنت يحضر بقى، اللي هو انت هتعملي هو فعلا انا اللي انا بشوف ان بقوله الموضوع ولا على لا. حسب موافقه البنت، هي تمام وهي متفهمه ده ولا لا، وعلى حسب الراجل برضو طريقته عامله ازاي ومتفهم وبيتناقش ولا لا. ساعات عامة الراجل بيبقى انا طريقته مش حلوه والمفروض تتقبلي ده عادي جدا. لا لو طريقته مش حلوه يلا بقى. مثلا، لسه بص كنت لو هقول الحمد لله انتوا يعني لا متفقين استنى على اتعدل. نقطة مش مهم لا انا لا ونلي عشان لا لا التاني. مفيش حاجه اسمها كده. لا لو لا طريقته مش حلوه، اللي هو بص هقول لك حاجه، في ناس بتتحكم عشان انا عايز ده يبقى انت تعملي ده من غير ما انا اقنعك، من مش غير ما بتكلم اتكلم. في لا طالما في التحكم، انا مش لا مناقشه لا لا انا لا هوافق. مش بتكلم في التحكم. انا بتكلم ان البنت واي واحده لازم تبقى عارفه ان الراجل مش 100% هيجي عليه وقت وكل الخناقات مش لا ما هيزعق. تتكلميش على مش اكسبشن، ما لا تتكلميش لا على اكسبشن حصل فهو اكسبشن ايه؟ اتعصب اكسبشن مثلا. ايه؟ يعني اكسبشن حصل فانت اتعصبت دلوقتي، اكيد انا هتفهم ان لا انت انا هاجي ممكن في تبقى مره اقول اتعصبت. لك هامرك بحاجه وانت لازم تنفذي، حتى لو الطريقه وحشه، بص حتى لو على متضايقه. حسب، على حسب الطريقه، وعلى حسب انت مثلا لو قلت لي قبل كده وانا ما احترمتش ده، بص كل حاجه على حسب طيب المواقف. بصي، هي انا بالنسبه لي الموقف. معلش ثواني، انا ممكن اقول حاجه، احنا مش في كوكب زمردة. الراجل بيبقى جاي متعصب ساعات عادي جدا. ما عنديش ممكن يخش من مشكله. اول، هقول لك بس خليني اكمل كلامي. انا داخل دلوقتي متعصب، واول مره تحصل معاكي انا دخلت قلت لك اعملي كذا، نقطه. هنا بقى البنات فاكره ان مهما كان الراجل بيعمل ايه، لا هو المفروض يتكلم معايا بطريقه، او المفروض يتكلم لا بذوق انا قلت ويتكلم. بس احنا الاكسبشن بشر برضه، مسموح. ما احنا ساعات ماشي، هقول بنبقى مش لا طايقين حد. هكمل بالظبط، كلامي برافو هكمل عليكي. كلامي. طالما البنت كمان، انا ما بتكلمش على الراجل بس بس في الاكسبشن حاجات مسموح لا ان احنا لا لا في متفهمين ان هو حاجات، متعصب في دلوقتي. حاجات انا هقولها بامر، او في حاجات احنا هنختلف فيها انا وانتي. انت عندك وجهة نظر وانا عندي وجهة نظر، بس المركب ملهاش رئيسين، هي ليها رئيس واحد اللي هو انا. فانا في الاخر هقول لك بعد اذنك احنا هنعمل ده، بس قبل ما اقول قراري الاخير انا هيبقى في قبليها مناقشه اكيد، هبقى ما مديكي جاستيفيكيشن في كل متفقين حاجة، متفقين. عشان ده وده وده وده. بس لو احنا اختلفنا، انا اللي في الاخر همشي كلمتي عشان الراجل. ما ينفعش المركب دي يبقى ليها رئيسين، البيت ده انا اللي بمشيه بعد كده، عشان انا عندي المسؤوليه الاكبر بتاعه البيت، مش عشان انت لا بص نكره. لو البنت لا بتعند، يفرق. بص والله هقول انت لك، مش منظورك نكره. ليا يفرق لا على لا انت فكرة. مش نكره، بص على وبتشاركيني فكره في لو كل البنت حاجه، بتعند وبتشاركيني لمجرد في كل العند انت حاجه. صح. ما لو البنت بتعند وخلاص عشان انت مثلا قلت او عملت، او عشان انت مثلا بتجبرني، لا يبقى ساعتها هي بتعند لمجرد كده العند، في يبقى مشكلة هي كبيرة قوي اصلا في الجواز. هي مش بالظبط واعيه العلاقة او ما مش تدخلش عاقله. علاقة اصلا يعني، فما ولا نقعدش الولد بقى اللي كده. البنات ما تفتكرش ان الموضوع، لا احنا المفروض ما يزعل، المفروض ما يعليش صوته، المفروض ما فيش حد كده، ما فيش راجل هتلاقيه كده. ما هي انت برضو مش يعني بتعملي لا كل حاجه طبعا، لا صح في في اوقات الدنيا. كتير جدا هتلاقينا مش طايقين حد ولا طايقين انتوا نفسنا بتعملوا اصلا. بلاوي وانتوا يعني ايام كده تيجي عليكم انتوا عاملين خلينا بلاوي واقعيين. وساكتين، ما بنعمل وبنعدي الدنيا خلاص. اتضايق النهارده، طب خلاص معلش، وتزعقي وتعملي حاجات غريبه الواحد ما يتقبلهاش، بس ايوه صح. خلاص بناخدك على قد عقلك ونخلي الدنيا كويسه. طب تيجي عند بقى اربط بقى وتعملوا كده، طب وليه؟ انا بشوف ان الرابط هنا ان كل واحد يعني يسيب مساحة يتفهم التاني في للجنونة بتاعت التاني ايوه بالظبط. شوية. بالظبط. انا عندي جنونه، انت عندك جنونه، هي عندها جنونه، نحترمها ما ينفعش لبعض. كلنا نشغلها مرة واحدة مش هينفع. عشان لازم حد حد يهدى. يحتوي. اه لازم وانا حد لو يحتوي هديت، في وقت من هو الاوقات. الراجل ساعات لازم يحتوي، يعني يهدى كتير، يعني ان الجنونه بتيجي عندكم انتوا اكتر، احييك فانا احييك. هحتوي تمام. كتير. المفروض احتوي تمام. اعدي كتير يعني عادي. هنلعب لعبة لذيذة بقى، مع ولا ضد؟ اوكي بدر، يلا. مع ولا ضد شغل الستات؟ مع ان هي تشتغل وان هي تعمل الكارير بتاعها، بس ما تاثرش في البيت، عشان لو اثرت في البيت تقعد في البيت احسن. مع ولا ضد ان الست تتولى مناصب مهمة في الدولة يا بدر؟ مش هقول مع قوي وضد قوي، بس يعني يعني لا مع طبعا. ما فيش مشكله، في ستات ناجحه كتير في حاجات كتير، صح. بس برضو يعني انا بحس ان البنت او الست مملكتها بيتها. وانت يا نور؟ لا انا مع طبعا، لان في ستات اثبتت نفسها كتير جدا في حاجات كتيره، كان راجل مش قادر ان هو يحقق حاجه عشان هو مش دارس، او عشان هو يعني دخل الموضوع واسطه، او هو مش في مكانه الصح. فلا في ستات تولت مهمات كتيره وكانت طب لا ما في كانت ستات كتير قدها. دخلت مفاسده برضه. لا ما هو ده برضو غلط، ده انا مش معاه خالص. انا مع ان الست اللي هي بتبقى فعلا ده مكانها، ان هي فعلا بتبقى قادره ان هي قد المكان، خلاص يبقى بص، ده. هي على حسب الشخصية انا يعني. مش انا لو بقى عندي هدف انا هحققه سواء راجل او ست. ماشي، انا مش بس انا بقل مش من مع الست اللي هي زي ما هو بيقول ان هي مش ده مكانها، او هي عايزه ده وخلاص، او هي عايزه توصل له وخلاص وهي مش دارسه، ده غلط هو برضو. بيفضل حاجة زي كده انا مش يعني. بقول مم. ان ما ينفعش يبقى في المنصب ست، لا عادي ما فيش مشكله، في ستات كتير عندها البوتنشال ده،
بس انا بفضل ان الست تعمل دورها الاكبر والاحسن. انا شايف ده الاكبر والاحسن ليها. انا دي وجهة نظري. فهمك طبعا، تحترم. مع ولا ضد ان مديرتك تبقى ست، وانتي تفضلي مديرتك تبقى ست ولا لا؟ شوف بقى والله لو مديرتي ست انا هبقى مبسوط. بجد. والله هبقى مبسوط. اشمعنى لا بقى؟ ثانية واحدة، انا انت هبقى هتبقى مبسوط، مبسوط انا مبسوط. بشكل معين، بس هي لو هي لا صارمة كراجل بقى وهي بس هي ست لا يعني لا لا هي لا مش هتبقى صارمة كراجل، لا. ليه اشمعنى مش تبقى اشمعنى صريحة؟ لا يعني؟ يعني ممكن مديري، ممكن يعني انا مديري ممكن نتخانق انا وهو مع بعض، ممكن يشتمني اشتمه، هي مش هتعمل كده. انا على الاقل انا هبقى يعني لا واخد بالي من الكلام، وهي هتعاملني كويس كده كده. لا مفيش حاجة اسمها كده. لا انت يعني مع ان انت اه مع مديرتك طبعا تبقى تبقى ست ست عادي طبعا، دي حاجة جميلة وتزعق جدا. لك عادي مفيش، بص مفيش حدود، انتوا حاطين مفيش في هتزعق. حدود. حد يزعل لحد. هي هتزعق لي. لا يعني بص اصلا في في حدود. المجتمع هو لا ست ولا راجل يزعق هو لي. مبسوط بالمعاملة بس لا في حدود، وهي بتزعق وكمديرة يعني انت موافق ولا لا؟ ايوه ان هي طبعا تبقى موافق. صارمة في اوقات معينة. ماشي طبعا تبقى صارمة، وطبعا دي خلاص مديرة، يبقى بس هو انا على الاقل مدير انا العسل على الاقل مبسوط يا ستي. زعقي مش كيف. ماشي يبقى مع. طب انتي بتفرق معاكي يبقى مديرك راجل او ست، وايه الافضل بس انا ما بالنسبة لك؟ جربتش ان حد يبقى مدير عليا بصراحه، لان انا مديره في شغلي. بس ان هي تكون ست عادي، ايه المشكله؟ طالما هي بصي الست ما تدخلش قلبها في الشغل بس كده. هي دي الحاجه الوحيده اللي هو لو هي بتتعامل بعقلها او ما بتجيبش مشاكل البيت معاها، لان الست اكتر بتبقى عاطفيه. عاطفية. فهي لو في الشغل دخلت قلبها او دخلت العاطفه يبقى انت كده مديره مش لا تصلحي يعني. طب بما انك مديرة بقى، مديرة للشباب والبنات، بتحسي لا بفرق؟ بنات اكتر. بنات اكتر؟ او مش بنات اكتر، هم بنات اصلا يعني. انا ما مم. كنتش مديره لاولاد كتير، بس هم بنات عامه. طب وتعامل بقى في البنات الفتره مع دي بعض في الشغل صحي ولا بيعيطوا. لا بص انا بحط حدود على طول بصراحه. يعني انا مش بحب اللي يدخلني في تفاصيل. خلاص مثلا انا عارفه انت لو سبتي في حياتك عامه، لو سبتي حد فرصه ان هو يتعدى حدود هو هيزيد فيها، فاهماني؟ مم. هتلاقي بقى ان هي ممكن يكون واحده فعلا عندها مشكله، بس واحده تانية خلاص عرفت ان نور شخصيتها طيبه ونور، لا يبقى انا بقى ايه هقعد ويا نور اذن عشان ما اعرفش ايه وبيقعدوا بقى ايه ان هم يزودوا. فبالتالي انت بتحسي ان انت خلاص بقتي لا مش ان انت تحطي حدود. ده اهم حاجه، مفيش حاجه تبقى زايده عن حدها. لو انت في كل حياتك عامه عرفتي تحطي حدود في الحياه، او تحطي الحاجه ان انا مش زايده عن حدها، ده هيفرق جدا انك تبقي ناجحه. وفي نفس الوقت ان زي ما في شخصيات في الشغل ممكن ما تدلعش عليكي كمديره، لا في شخصيات هتدلع جدا طبعا. فانت لازم مع دي تبقى عارفه تعملي ازاي، ومع دي عارفه تعملي ازاي. ناس دارسة، ناس يعني دارسة ازاي تبقى مديرة. عشان كده انا مبسوطة قوي. طب مع ولا ضد الناس اللي بتقول ان الرجالة مخهم اكبر من الستات؟ مفيش حد مخه اكبر من التاني، يعني لا راجل ماشي. ولا ست. لا لا حلوة ولا دي راجل ولا قوي. ست. لما مفيش حاجه اسمها تخلص كده، مفيش حاجه اسمها الراجل مخه اكبر من الست، والست ممكن اكبر حلوة من الراجل. قوي، اشرح لي. اشرح لك. انا دلوقتي عندي 27 سنه، هل كل اللي عندهم 27 سنه نفس دماغي؟ لا لا طبعا. طبعا. لا. نفس الكلام للبنت. فانت ممكن بنت تبقى عندها 27 سنه ودماغها كبيره جدا، وبنت تبقى صغيره ودماغها بنت 27 سنه برضه دماغها صغيره جدا. مم. فهو مفيش حاجه اسمها لا راجل دماغه اكبر ولا ست دماغها ما اكبر. هي المصطلحات دي هي اللي عايزه خانقانا. اقول لك هي انا محسسانا ان ممكن احنا فعلا كلامه يعني صح جدا. في حلقة مفرغة وضيقة جدا، مش عارفين ما احنا نفلص نكبر منها. دماغنا من الحاجات دي. يعني هو على انت ليه عايز فكره تثبت ان الست احسن من الراجل او الراجل احسن من الست؟ مفيش حد احسن من حد. احنا بني ادمين. كل واحد كينج في حتته. انا كينج في صح. الحته بتاعتي، في انت مجالي. كوين، انت كوين في الحته هو بتاعتك. انت برج الاسد ولا ايه؟ لا انا برج الجدي. فبالنسبه لي، تمام. فانا بالنسبه لي ما ندخلش يعني نشيل نفسنا من الكلام ده. والله هنبقى مبسوطين، هنبقى مبسوطين جدا لو ما قعدناش بقى نثبت ان الراجل احسن والست احسن. ايوه، ما تبقى ناخدهاش الخناقة، تحدي، ما ناخدهاش الخناقة تحدي هتبقى يعني. دايمة، الخناقة ما هتبقى هي كده دايمة. كده هتدوم، كده كده هتدوم. ماشي، بس بحساب بنسبة. بنسبه. خلاص بقى، خلينا كفاية خناقاتنا مش ان انا العادية. اتخانق عشان اثبت. لو في خناقه اتخانق عشان اتناقش، عشان اعرف ان انا اقنع الشخص اللي قدامي يقنعني. بس الخناق لمجرد ان انا اثبت والتحدي هو ده اللي بيوصل الموضوع ان احنا بنتخانق وخلاص. طب انتي مقتنعة ان في حد دماغه اكبر من حد؟ انا مقتنعه ان بصراحه رجاله كتير جدا جدا دماغهم بصي يعني لو انا مثلا بتكلم مع راجل قد بابايا بيبقى اعيل مني، وبيبقى لا بيبقى مش عقلاني خالص، او هو دماغه صغيره جدا. الولاد معظمها فعلا. دماغها صغيره.
وانت طب هتلاقي بالنسبة اصلا للبنت ايه الولد بقى؟ عشان ثانيه عشان انت ده هتعلق بالنسبة للبنت ايه يعني؟ طب الولد على فكره عشان يوصل لسن البنت، يعني البنت اللي اكبر من الولد ب3 سنين بتبقى هو محتاج 3 سنين عشان يوصل لعقلها وهي تكون كبرت 3 سنين ده تاني. في الارتباط اوكي تمام لا في يعني. عامه. بس يعني ما هو برضو بيقولك على حسب التجربه ما يعني. هي على حسب لو هي الشخصيه. قابلت بصي بنات كتير او انا شباب قابلت ولد هو عنده مثلا لو بيكلمني سيشن عنده 19 سنه بحس ان هو يعني اعقل من واحد عنده 45. طيب ماشي، يبقى مش صحيح ساعات بالسن، جدا مش بتحصل. بالسن ومش بالنوع يعني. على مثلا حسب ما هو انا تربيته معلش، فعلا، ما التجارب اللي انا مر معلش بيها في قابلت حياته. بنات كتير جدا والله يعني انت والله. بتردها لي ولا؟ 47 سنة كنت لسه قاعد معاها في سيشن، هي بجد يعني بنت اختي دماغها اكبر منها ممكن وكتير بقى. برضو ممكن. فليه بنقول اصل بس الولاد الرجاله؟ اكتر. لا الولاد اكتر. لا يمكن انت ما قابلتيش الرجاله اللي تقولي عليهم هم دماغهم كبيره حتى وهم صغيره فحكمتي على ده الولاد على فكره هقول لك حاجه، بيز ده اون اكسبيرينس الولاد بتاعتك، اكتر، فما الولاد ينفعش اكتر لان نعمم. الولاد مش اذكياء، البنات ذكيه جدا. يعني اللي ممكن بيقول ولد كده؟ يعمل مين اللي قال حركه. كده بقى؟ ده في كتاب لا ايه لا ده؟ لا ده كتير جدا جدا. انا بقابل مشاكل كتير فانا عارفه يعني لا في انا حاجات كتير بسالك جدا ما هو انا انا بقابل بتحصل. بستفسر. مشاكل بصي كتير هقول لك برضه. حاجه، مين ممكن بيزد اون ولد ايه؟ يعمل حركه تبقى البنت بتضحك وبتتريق وهو بيعمل مثلا حركه اللي هو ايه انت بتعمل ايه، يعني بيبقى عايز يجوزها او بيبقى عايز يستفزها او اي حاجه وهي فاهمه، حتى لو هي صغيره بتبقى فاهمه ان انت سيم انت انتوا بتعمل بتعملوا ايه. كده برضه؟ بتبقي انا لا سايباني الولد ما دلوقتي؟ بيفهمش، لا الولد ما بيفهمش ساعتها ان هي بتعمل كده عشان كده. لا البنت ساعات بتبقى اللي هو انت سبتي يعني احنا سيبنا بعض واحنا كنا مرتبطين فانا هنزل الصوره دي عشان عارفه الصوره دي ما هتضايقك. بيبقاش فاهم ان هي فاهماني؟ لا طب لا ما انا لا فاهم. الولاد لا لا على لا فكره لا الولاد خلي بالك. بيجيلي متجننه. ما لا انا لا لا فاهم لا لا كده. الولد بيجيلي متجنن بيقول لي دي عملت وسوت، بقول له ما هي عشان هي قصدها تعمل طب كده ما هو في وتسوي بنات كده. على معلش فكره بيبقوا بتجيلي، لا فاهمين ثواني بس يا معلش جماعه والله الولد ما والله. بيبقاش فاهم، كل البنت واحد لا فينا لا فاهم ان هو انت افهم من التاني ما هو which is ده بالظبط غلط. بالظبط ما انا في الاول قلت ايه؟ ما فيش حد دماغه اعلى من التاني، لا راجل ولا بنت. انتوا فاقسيننا في حاجات واحنا فاقسينكم بالظبط. في حاجات. هي بتقول لا الولاد دماغها اصغر من بصراحه البنات في معظمهم. بصراحه في معظمهم. ليه؟ عشان هي مرت بتجارب شباب كتير حست لا ان دماغها صغيره. انا مريت ببنات كتير بتجيلي هو سيشنز طبيعه هم عامه انا لا. بتكلم انا كمان هقول لك كعقل، طيب اديني فرصه اقول. كعقل نسمع بعض يا ولاد نسمع بعض. ما انا عايز اقول انت ماشي قلتي قول. على حاجه للولاد، ان الولاد معظمها دماغها صغيره. مم. واحد يبقى عنده 50 سنه واعيل مني. مم. طب ما انا في بنات كتير قوي جدا كده، مم. وقابلت كتير ونماذج كتير بتيجي تقول هو عمل معايا كده، هو كده بيحبني. طب ما هو لو جبت عيل صغير بقى راجل هيقول لك هو كده ما بيحبكيش. أيوة. طب ما انا قابلت ده انا كتير. بتكلم في نقط معينه. اقول انا البنت بقى ان البنات دماغها صغيره، ما ينفعش اقلل من بني لا ادم مش ايا عشان كان تجارب انا راجل. قابلتها، انا عمري ما بعمم، بس انا فعلا لو في تعممتي طب ما انا دلوقتي. طب ما انا مثلا بقول مثلا الولد اللي عنده 19 سنه مثلا بيكلمني كانه عنده مثلا 40 سنه، يعني انا حلو. فعلا بقول اهو بس على ولد ان هو كويس. عممتي ان معظم الولاد دماغها معظم اصغر. الولاد انا بالنسبه لي مثلا انا فعلا الولد اللي عنده 22 سنه لو في بنت عندها 22 سنه بتبقى هي اعقل منه، بيبقى محتاج 3 سنين عشان يوصل لعقلها، وده ده حقيقه ده عقل، انا مش انا اللي بقول. ماشي ده ساينتفكلي، لكن احنا اه لكن ساينتفكلي ده بيحصل بس از لايف اكسبيرينس. لو واحد مر بتجارب اكتر منها وهي 22 لا وهو مره التجارب 22، دي خلاص مش هتكلم اسمعيني بس فيها. عشان تفهمين. لو عدينا ال 22 و22 وهي ساينتفكلي هي دماغها اكبر، بس لو الولد ده اتحط في تجارب كتير هيبقى دماغه اكبر منه. انت تقبلي ان انت تتجوزي حد اصغر منك وانت تقبل انك تتجوز ست اكبر منك حتى لو انا بفرق اقبل عادي. بسيط؟ انا اقبل عادي. لا انا ما اقبلش. طب بالراحه ladies first قولي لي ما تقبليش ليه؟ لا ما اقبلش لان دي حاجه اساسيات عندي، يعني يبقى اصغر مني ليه؟ هو الناس خلصت يعني بس يعني بيبقى بصي انا بالنسبه لي ان هو السن اصلا هعرفه اول حاجه، فبالتالي هوافق او ارفض. لكن انا بتعرف وبتعلق وبتاع وفي الاخر اكتشفت السن مثلا ان هو اصغر مني بس مش باين عليه او الكلام ده، انا بالنسبه لي هحس بقى ان انا ساعتها ممكن اتنازل عشان انا اتعلقت. لا انا من البدايه اعرف الاساسيات اللي طب انا لو اصغر عايزاها. منك وعاقل زي ما انت قلتي ان هي مش بالسن مثلا، او انت كنتش مقتنعه قوي بس في الاخر رجعتي قلتي لا في اولاد او في شباب بيبقى عاقلين لو اصغر منك بسنه سنتين بس عاقل. لا طب ما خلاص قبل ما اتعرف عليه اشوف الاساسيات اللي انا عايزاها في عندي يعني انا بتكلم في العموم بره حياتي، انا في حياتي ما اقبلش بصراحه. رايك طبعا. هتفرق في ايه؟ في ناس طبعا بتفرق معاك، انا بيفرق معايا راحت السن شخصيه بصراحه. راحت شخصيه هي راحتها الشخصيه في كده. انت بقى كولد ان انت تتجوز بنت اكبر منك دي اللي مختلفه بالنسبه لي. ده عادي يعني. انا بالنسبه لي عادي ممكن اتجوز واحده اكبر مني عادي، بس ما افضلوش. اوكي. انا ما افضلش ان انا اتجوز واحده اكبر مني، بس لو اتحط الظروف قدامي كده او انا حبيت واحد عادي، طالما ده دينا عادي وحصل الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه كده نعمله.
فيعني انت عادي. مناسبك دلوقتي في وضعنا الحالي ده، يعني في ما حياتنا، في يفضلوش، بس مجتمعنا؟ لو بيحب يعني ما خلاص. فضلوش. تمام، بس كده انا خدت اجابتي. ما فضلوش ماشي. بس عادي. لعبه كده في اللذيذ. صح ولا غلط؟ الراجل لو خان الست تعديله؟ تعدي. لا طبعا، كنتش ده خط اتخيلها احمر، منك يا ده بدر، خط احمر. كنتش اتخيلها منك في اخر الحلقه، انا قلت هتكتبها طب صح. هي لو خانت انت تعدي؟ لا طبعا. انا خيانه معناها ايه؟ واحنا متجوزين وانتي ما بيننا اطفال ممكن تعدي. بقول ممكن، مش بقول يعني 100% هتعدي. لا، ممكن تعدي، في ستات بتعدي. لكن لو حولناها على الراجل، لا، هي عمرها ما هتعدي. هي دي الطبيعه، مش متقبلينها. هي دي الطبيعه. الطبيعه ان ممكن الراجل يخون والست تعدي، وعلى حسب الست. لكن هو صح ولا غلط؟ لا، هو غلط طبعا. هو كده كده غلط. انا كده ما كده بقولش غلط. ان هو صح. تمام. يعني عشان تمام. انا ما انت بقولش ان بتقول هو في اللي بيحصل، في اللي اللي بيحصل بيعدي دلوقتي. اوكي، اللي بس هو بيحصل غلط. هو اللي بيحصل ان في ستات كتير بتعدي، في ستات كتير متجوزه بتعدي. لكن هو غلط، هو غلط وما ينفعش يحصل. لان هو بيدمر الست نفسيا، طبعا. وبيدمر البيت ده كله. بيدمره من اول ما يحصل ده. وثقة بقى وحاجات طب. كتير. وثقه. بس هو ساعات بيحصل للاسف، بس يعني ممكن نعديه، بس هو غلط. لا ربنا يحمينا، ربنا يا يحمينا رب ما منه. يحصل لحد يعني ان شاء الله. طب ماشي، طب انت هتتكلم باسم الشباب بقى كده، تمام. سمي الله. بسم الله. قول لي كده، الشباب مش واخده حقها في ايه؟ بصي، خلينا نتكلم في الاول. الراجل مهدور حقه في الكلمه الحلوه. يعني انا كراجل، انا ما بسمعش كلمه حلوه من اهلي ولا اصحابي ولا مديريني ولا ايا كان. احنا ما بيننا وما بين بعض كرجاله ما عندناش حاجه اسمها انت لابس لبس حلو النهارده. مفيش حاجه اسمها كده. وما بنتقدرش. يعني طول حياتنا احنا مرميين كده، اللي هو ما حدش يا عيني بيقدرنا. يا ابني. خليناش نصعب عليكم. يا عيني. صعب بتكلم بجد علينا. والله. الراجل بيبقى محتاج كلمه حلوه، بس مش عارف يقول للي قدامه يا عم قول لي كلمه حلوه. فبيبقى منتظرها من خلاص مراتي بقى. يعني لسه اتجوز عشان مراتي تقول لي كلمه حلوه. فالراجل ما بيلاقيش الحاجه دي طول حياته. تمام. يعني مثلا لو هو طلع النهارده كده مسك برج خليفه كله وعمله، في الاخر هيقولوا له اه كويس، كويس يا حبيبي. لكن البنت مثلا لو عملت اي حاجه صغيره، بس حاجه صغيره، لا شاطره وجميله طول عمرها بتسمع ده. احنا ما بنسمعش ده وما بنعرفش نقوله يا جماعه احنا محتاجينه. والله ومش شرط، بس هي حياتكم يعني انشف شويه. بالظبط. احنا حياتنا ناشفه، احنا حياتنا مم. ناشفه. انت ممكن يعني الراجل بالنسبه نشفان تخبطيه في الحيطه هيرد لك، مم. لكن البنت مش هتقدري تزقيها اصلا. فاحنا كرجاله بنبقى عايزين ده، عايزين الاهتمام من النوع ده، الكلمه الحلوه اللي احنا مش لاقيينها. احنا مش لاقيينها والله. بعد اذنكم خلصت بدري حاضر والله. خلصت. لكم اي حاجه طيب. ماشي يا نور، وانتي؟ انا بالنسبه لي بصراحه كل واحده في حياتها تشوف هي محتاجه ايه وتعمله. انا مش بشوف ان انا ممكن ابقى ممنوعه من حاجه طالما انا قادره اعرف انا عايزه ايه واعمله. يعني انا بشوف مثلا زي ما قلت لك في اول الحلقه خالص ان في بنات كتيره بتتكلم لمجرد الكلام، مع ان هي مفيش حاجه في حياتها ممكن تبقى ناقصاها، غير ان هي مثلا ممكن تبقى بنت شايفه ان هي مقفول عليها حياتها، دي عدم حريه، بس ده ممكن يبقى صح. فاهماني؟ اللي هو مثلا انا منعني عن كذا ومنعني عن كذا، ما هو عشان ده صح، ما تاخدوش قيد حريه على قد ما تاخديه ان دي المبادئ الصح، لان انت فعلا لو عملتي وسويتي ده بيبقى غلط. فاهمه قصدي؟ فهي لازم تبقى عارفه الصح من الغلط، تبقى عارفه مثلا هي في حياتها انت محتاجه ايه، اللي محتاجاه ده طالما صح، وطالما ديننا بيقول عليه، وطالما دي حاجه مش هتزعل ربنا منك، يبقى ايه المشكله ان انت تعمليها؟ يعني ايه اللي يمنع؟ فاهماني؟ ده اللي انا بشوفه، ان كل واحده في حياتها تشوف هي محتاجه ايه. انا بشوف دايما ان احنا بنعمم. يعني مثلا واحد شايف مراته نكديه فبيقول الستات كلها نكديه، واحده شايفه الراجل مثلا معاها ان هو مثلا عصبي او ان هو في حاجه فبتقول ده الرجاله كلهم. لا لا لا، انا بشوف ان عامه، يعني انا بشوف كتير جدا جدا مثلا يطلعوا في البرامج يقعدوا يتكلموا في الاخر هم في بيوتهم مبسوطين، او بيتكلموا خلاص وهم يعني انت عندك مشكله في بيتك، طب حل المشكله اللي في بيتك، ليه بتعمم؟ صح. فانا بشوف كل واحد في بيته وكل واحد شخصيته وفي عقله وفي حياته. مش بشوف ان الستات كلها ناقصها ايه. يعني ايه الستات كلها ناقصها ايه؟ يعني انت مش شايفه ان لا في اه اضطهاد ما، او ان انا محتاجين خالص. كذا، او لا عادي البنات واخده انا بتعامل حقها كبني ادمين، كبني لا آدمين. كل واحد في حياته وفي بيته. مفيش اي حقوق تانية عايز لا، تقولها؟ هي دي الحقوق هي اهم. الكلمة ده اهم الحلوة. حاجه، الكلمه الحلوه والاكله الحلوه. عامة انا كمان شايفة ان مبدأ التعميم ظالم، سواء للراجل او للست. شايفة ان احنا مش لازم ابدا نبقى بنتخانق طول الوقت على حاجات فعلا ملهاش لازمة. كده كده. ممكن نتخانق بس على وجهة نظرنا عشان نوصلها لبعض برضو. يعني لازم يبقى في نقطة التقاء في الاخر. مش شرط بقى، يعني اصل العدوانية دي محدش فينا كسبان فيها.
هي الخناقه مش هيطلع حد كسبان بالظبط خالص، لازم إحنا كلنا الاتنين هنبقى نبقى خسرانين. احنا هنخسر والله. عشان احنا مخلوقين لبعض ومع بعض بالظبط. وبنكمل الحياه يعني. فانتوا نورتوني، بنورك والله. اتمنى تكونوا انبسطتوا. انبسطنا جدا، انا انبسطت جدا وانا والله كمان العظيم، والله بجد انبسطت قوي انبسطت والله. جدا وانا بجد. كمان. ميرسي، نورتوني. يعني خلصت حلقتنا والخناقه خلصت الحمد لله، واتصالحنا وبيننا قعده.